بص، هو سؤال عشان الحلقه على طول، عاوز انهيها على طول. انا عاوز اعرف العين بنت الورمه اللي بتشتري لنا صفقات، عاوز اعرف بس عين ميل ان نقت باول اوشنج، مش انت يا انزل اللي قعدت تفخم فيه تقول جايب 11 اسيست. ما انا ما شفتش، انا لو شفت ما كنتش سكت، انا لو شفت كنت غنيت الفاظ، غنيت سيمفونيات من مناخيري. ليه بقى؟ لان الناس بتلعب النهارده فاقد اساسيات الكوره، ما عندوش حاجه. اعرف بس العين اللي واحد شافته، ما هو ده اكيد واحد ما اتفرجش على الكوره، واحد قاعد كده قالوا ده في لاعب كويس ارقامه كذا كذا، قال لك يلا امضي على طول يلا مشيه. وانا اللي قعدت اشتم زفت الطين مدرس الالعاب اللي كان عندنا، واشتم احمد عبد الرؤوف عشان ما يلعبوش. يعدي على ابوه ما لعب. ده الراجل انا مش فاهم هو مش عارف هو بيلعب كوره ولا جاي بيلعب سله ولا بيلعب يد. راجل فاقد اساسيات الكوره. مين العين اللي ده زي برضه هي نفس العين اللي مطلعت لنا لاعب زي ايشو، لاعب زي مش عارف سيف فاروق جعفر، زي لعيبه اصلا ما تستحقش انها تعدي من على سور النادي. ده انا غلطان، انا استاهل ضرب الجزمه. اتفرجت على ماتش الزمالك وحرس حدود النهارده في رابطه. في النهايه الزمالك بينتظر على حرس حدود بثنائيه مقابل هدف بطلها بزاويه. وعاوز اسال سؤال، والناس ممكن تزعل مني في الموضوع ده قوي، لكن هما كلمتين جوايا انا بقى عاوز اطبل واقول حاجات للي بشوف موجود في الملعب. بزاويه ماله يا اونز. بص يا سيدي، هو احنا الدوري ده بقاله قد ايه؟ الراجل ده معانا بقاله قد ايه؟ بقاله فتره محترمه. ما حدش واخد باله زي ما قلنا قبل كده ان الفينش بتاع الراجل ده سيء. يعني لا مدرس الالعاب اللي كان عندنا ولا احمد عبد الرؤوف عارف يطور في الحته ديت. ما انتش قادر تطوره، مشيه. يمشي يا انس؟ اقول لك يمشي، هقول لك ليه. بص يا سيدي، جوهره في نص، جوهره في الملعب، جوهره بيعرف يراوغ، بيعرف بيمرقص بالبلدي اهو وبالفلاحي خالص اهو. تمام. طيب بيعرف يرفع عرضيات، بيعرف. لكن لاعب مش ايجابي، ده مش ايجابي خالص، ده فاقد الشغف بالنسبه للجون. يعمل كل حاجه، يرقص لك الدنيا بحالها ويبني لك هجمه. وهو خلي بالك، هو روح وعقل نادي الزمالك، هو روح وحط تحت منه خط، روح وعقل نادي الزمالك هو بزاري اخوان 2000. تمام. لكن انا جاي عند الجون او عند حارس المرمى في السماء. ايه يا عم؟ يعني انت احمد عبد الرؤوف بقالك شهرين مع الزمالك ما شفتش حاجه تقدر تخلي الراجل ده يعرف يفنش صح؟ ما يبقاش عندي لاعب سوبر مش قادر استفاد بيه. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي لو جالي فيه 3 4 مليون دولار ابيعه واجيب لاعب بفلوسه زي عادل بلبيه. ده فاجر، لعيب فاجر. وتحايلنا وقلنا في القناه القديمه هاتوا عادل بلبيه باي سعر. ما انتش واقف على نص مليون دولار. لما عرضت 3 مليون دولار كانت واقفه على نص مليون دولار باجمال قواضي بقى، هي باجمال قواضي. لكن الزمالك النهارده انا عندي لاعب، ما هو ده كلامي ده من زعل على اللاعب، انا زعلان جدا على اللاعب. الزمالك المفروض يفكر في بداياته اول حاجه، عشان بسم الله الرحمن الرحيم اجيب مدير فني اجنبي يلعب لي شويه المكن اللي عندي ده، يلين لي الدنيا شويه. عندي لعيب بيعمل كل حاجه في الكوره، انا زعلان على ادائه. النهارده دخلت شفت تقييمات بزاويه 8 و8 صانع الجولين الاثنين، هو مصدر الخطوره. انا عندي لاعب ده بتعرف يفنش، ده انا ابقى انا عبيط اقسم بالله، واللي بيشجعه عبطه زيه. انا مش هطلع اطبل واقول لك لعيب عمل فارق وعمل كل حاجه، هو عمل كده فعلا. لكن انا زعلان على الفينش، زعلان على الخرا اللي بيقدمه ده. انا مش عايز اطول في الحلقه عشان ما تزهقش مني. ده كان اول نقطتين عايز اتكلم فيهم، باون اوشن ومشكله المدرب وباون اوشن وبزاوي. المدرب ده لازم يجي اساسي. اولى حل مشاكل النادي الزمالك هو التعاقد مع مدرب. وفي لعيبه اللعب بالشوكه والسكينه زي سيف فاروق جعفر، زي ادم كايد يمشي. لمسه ادم كايد كويسه، لكن بيلعب شوكه وسكينه، فاهم؟ الشوكه والسكينه بس. فجاله عرض يلا مع السلامه امشي. خليك بقى راجل، حب الذكاء عن اي حد، حب الذكاء عن اي حد. تقول لي يا أولز انت كده فاضي لعيبه؟ انا فاضي يا باشا اجيب لعيبه بتعرن على الجون. يعني تقول لي انا كرأيي انا ايه الصح الفتره الجايه؟ لعيبه ملهاش اي فايده تمشي، اتكل على الله. حلو. حامد حمدان وقصته الكبيره وشغلان الدماغ الكتير دي ده غلط. بمعنى ايه؟ انا لو عندي فلوس اقدر اخلص حامد حمدان ب 20 30 مليون هاته، لانه هيحل لك مشكله نص الملعب الكبير اللي عندك دي. طب ما عنديش فلوس، يلا يا باشا بقى اشوف غيره. ما هوش ده اللي هيجي يعدل الميله من الاخر، سكه ودغ بقى. مش عارف اخلصه، مش ده اللي هيعدل الميله. حل. طب الحل يا انز في الموضوع ده كله قصه حامد حمدان هتحصل الفتره الجايه، اللي هي ايه؟ المفروض ان الزمالك انا خدها منه، يعني خدها مني ثقه. حاجه انا عندي معلومه ان الزمالك كده كده هيفك القيد، لكن الزمالك هيجيب صفقات سوبر الله اعلم. دي حاجه هترجع بقى للمجلس الاداره. انا بقول لك الحقيقه،
لكن ايه اللي ممكن ينجز ويحل مشكله نادي الزمالك وهو حاجه مهمه جدا؟ ما هي الا شركه الكوره. شركه الكوره اللي بيعملها نادي الزمالك الفتره الجايه او الفتره الحاليه هي اللي هتحل مشاكل الزمالك الفتره الجايه. ليه؟ لان المفروض ان شركه الكوره ديت هتكون مسؤوله عن شراء اللعيبه، بيع اللعيبه، تسديد غرامات، كل مشاكل الكوره دي حاجه كده حصلها على جنب، تجيب اللعيبه تسوقها مثلا تبيعها تقدر تكسب منها. مين هيكون موجود في شركه الكوره؟ الاخبار الماديه تقول ممدوح عباس موجود. طب الارقام المبدئيه بتقول هيبدا بكام يا انزي وهينهي بكام؟ هيبدا بمليار جنيه، وده رقم كبير جدا بالنسبه للزمالك. وانا قلتها عن رايي، لو عاوز تخلي ازاي في ثانيه الغي جميع الالعاب الرياضيه وخلي اليد وكره القدم، ويبدا بعد كده نبقى نحطهم قدام. لكن الزمالك محتاج تخطيط وقرار حاسم. هبيع اخوان بزري عشان اجيب لعيبه احسن منه بفلوس اقل عشان افضل فلوس، ماشي انا معاك اهو. هجيب ابيع ادم كايد عشان نايتي، ماشي. مش هيهمني ابناء اللاعبين وهبيعهم، يلا مع السلامه. عواد عامل مش عايز يمشي، يلا مع السلامه. ده المفروض يحصل الفتره الجايه، ده اللي عاوز اسمعه. حامد حمدان والله يا كابتن حامد هتدي معاه الزمالك، هخلصك ليك 5 قروش خدهم اهوت والموضوع انتهى. واقف في الباب ده سد واستريح. شركه الكوره هي حل الزمالك انجز فيها على قد ما اقدر. ده المفروض يحصل. لكن هتفضل تقول لي اصل مشكله الزمالك تتلخص في حاجتين ثلاثه. اولا مدير فني اجنبي، دي اول مشكله تحلها هي مدير فني اجنبي، تمام؟ ده اول حاجه. عبد الرؤوف كانوا في جنبي دلوقتي مش هينفع اكلمك نهايه الموسم. كان انت الزمالك في فتره انا مش عايز اقول لك في اشد الاحتياج ان الزمالك يرجع لمكانه الطبيعي لان ده بيأثر على في حياته الطبيعيه. ماشي؟ مدير فني اجنبي حلو. اللعيبه اللي المفروض تمشي يكون معمول لها دوسيه موجود عند جورج ادوارد واللعيبه دي تمشي في يناير. حل القيد شركه الكوره وتخلص صفقاتك بسرعه عشان الزمالك محتاج يقف على رجليه. انك هترجع الدوري بعد افريقيا اللي هي ممكن اصلا تطلع بعد 3 ماتشات والدوري يبدا على طول، مع السلامه بقى. انت كده في الباي باي، في الباي باي. في النهايه ده كان كلامي وحاسب عليه، وده رايي غلط وحط لك في الكومنتات. صح مش طالب منك غيرك واشتراك وفعل زي الجرس. فعاوزك في كلتا الحالتين تقول لي رايك. لو انا صح تعمل لك اشتراك، لو انا غلط تقول لك في الكومنتات. وباذن الله اشوفك جديده. والسلام.